طبعا انا طالع في الفيديو ده ارد على الكابتن شريف اكرامي. انتوا عارفين طبعا الكابتن شريف اكرامي بقى له 4 سنين قاعد على الدكه، ويعني ما ملوش ظهور ولا ليه اي لازمه، فبيطلع في اي برنامج كده يقوم ضارب له تصريح بالنضاره بتاعته اللي عامل فيها شكسبير علشان يظهر بقى ويبقى ايه، يبقى ترند، فيطلع يخبط في النادي الاهلي باي تصريح. المهم بعد قرار لجنه التظلمات كابتن شريف طلع اكرامي قال لك ايه بقى؟ قال لك ان في ناس بتقبل الظلم والتدليس والحرام حتى لو كان في مصلحتها. هو هنا بيلقح على النادي الاهلي. طيب انا عايز افكرك يا كابتن شريف اللي انت قعدت تلعب في النادي الاهلي 12 سنه، بتاخد بطولات وبتاخد مسابقات وبتاخد مكافآت من النادي الاهلي، ولحم كتافك من خير النادي الاهلي، وانت عارف اللي هو حرام، تبقى انت اكبر حرامي واكبر مدلس وقبلت الحرام. انت هنا قبلت الحرام عشان في مصلحتك، صح ولا لا؟ وابوك من قبلك قبل الحرام عشان في مصلحتك، وبعد منكم انتوا الاثنين جوز اختك قبل الحرام عشان في مصلحته. فانت لو كان يعني في حد بيقبل الظلم والتدليس والحرام، فانتوا اول ناس، علشان انتوا عارفين اللي هو حرام وقبلتوه عشان في مصلحتكم. يا كابتن شريف عيب، بدل ما تطلع تشكر النادي الاهلي اللي لحم كتاف ابوك وانت وجوز اختك من خيره، وتطلع تقول النادي الاهلي انا لحم كتافي من خيره. عيب اللي انت بتقوله، والعيب مش عليك، العيب على ابوك عشان سايبك تطلع تقول حاجه زي كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له.